السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة كويزيني ماندا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير، والفيديو تاع اليوم يلقاكم بصحة وسلامة يا رب. اليوم راح نحط لكم وصفة كبد الدجاج مشرملة كما يحب الخاطر، بزاف بنينة وطريقة التحضير تاعها سهلة وبسيطة. هنا بعد ما غسلت الكبدة نقيتها وحطيتها في شوية خل، قطعتها، قطعت البطاطا باش نقليها. كنت رافقتها هنا بكسرة عادية، كسرت رخصاص من يد سلفتي وحيدة أخت الزوج نتاعي. من هذا المنبر نوجه لها ألف تحية بطريقتها الخاصة، تقول كما هنا طريقة عيني ميزاني. هنا البنات حطت 3 خبزات، هنا راح تبسسها. هنا نوعدكم البنات راح ندير لكم فيديو توضيحي مفصل بمقادير مضبوطه بالكيله. هنا خاص بالمبتدئات البنات، عن بالي كنت تعرفوا ديروا الكسره، انا نحكي مع المبتدئات. المهم هنايا حطت الملح، حطت الخميره، قتلت خبزات. هنا راهي تبلتهم بشويه تاع ما دافي. هنا جاني سؤال، كاين يقولوا لي انا مام نعجن مام بليتو نبسلوا الكسره تاعنا من بعد كي نطيبوها ما تجيش مبسه، ما تبانش مبسه. هنا نقول لكم البنات ما تعجنوهاش بزاف، باسكو كي تعجنوها بزاف راح تطلق واحد الماده هي اللي تخليها تجي شويه مطاطيه هكا، ما تبان لكمش بلي مبسه. هنا بعد ما ريبوزات الكسره، ها هي قرصاتها، هنا جاوها 4 خبيزات هكذا، هاي تطرح فيها. هنا طبعا حطيتها في الطاجين الطيب. هذه الخبزه الثانيه. هنا تقول لكم سلفتي باللي راح من داك تجي هكذا دير لكم وصفات، طبعا وصفات تقليديه والله. هنا شوفوا البنات جات كثيره حميمره ومبسه، الله الله ما شاء الله عليها، عندها وصفات بزاف هايلين، طيابها بزاف بزاف بنين. راح ندير لكم من داك هاك منين تجي نسرق ندير لكم وصفه هكذا، نوعدكم البنات. المهم هذه هي كانت الكسره تاعها، ويعطيها ألف صحة وعافية يا ربي. ونروحوا للوصفة تاعنا اللي هي الكبدة المشرملة. طبعا البنات الكبدة تاع الدجاج تحب بزاف اليداب. هنا نجيبوا المقلة، نحطوا فيها هنا كمية معتبرة من الزيت، ونحطوها على نار قاوية. طبعا نقليو هنا الكبدة تاعنا على نار قاوية كيما تحمر، نشوفوها كسبت اللون هذاك الذهبي نحيوها. هذا الزيت بعد اللي قلينا فيه نحطوا فيه سنينه تاع توم هنا مرابيين، الكرويه، اكدوا لي على الكرويه البنات باسكو الكبده تاع الدجاج تحب الكرويه. فلفل اسود وملح. هنا ملعقه صغيره من الطماطم، هنا اللي تحب تحط شويه تاع هريسه ولا الفلفل الاحمر، هنا حسب الذوق نتاعكم. هنا بعد ما يقلاو هنا على نار متوسطه باسكو الثوم تتحرق بالخف. هنا نجيبو حبه تاع طماطم نرابيوها، حطيتها نخليوها نغطيوها ونخليوها على نار قليله. هنا بعد هنا عندي البطاطا عفوا دو كوتي تقلى. هنا الكبده تاعي بعد ما طابت قصيتها دي مورسو هكذا صغار، ومباشره جبتها حطيتها في لاصوص هذه، نخليها تكتك جست شويه على نار متوسطه ونطفي عليها. هنا البنات ما حبيتش نديرها بلاصوص، حبيتها تجي ناشفه باسكو راح نرافقها مع البطاطا مقليه. فيديو خلاف ان شاء الله راح نديرها لكم تيجي بلا صوص، وراح نرافقها مع لا بيوري. وكانت هذه هي الوصفه تاعي، هاي في صحن التقديم. ان شاء الله برك تعجبكم البنات، وصراحه جات بزاف بزاف بنينه. المهم نقول لكم شهيتكم في الجنه حبيباتي، ما تنساوش تدعموني بالجام وتحطوا ارائكم وتطبيقاتكم الرائعه في الجروب تاعي المطبخ الذهبي على الفيسبوك. بلا ما ننسى نرحب بالمشتركات الجدد ونقول لكم شرفتوني، وسلام.